السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. اهلا بيكم في قناة مطبخ آية. لو انتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبك الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك. هعمل معاكم ان شاء الله السمك المشوي بالردة في الفرن بطريقة حلوة قوي. لو جربتيه في البيت مستحيل تشتريه تاني من برا، بجد كفاية ان انت هتبقى عاملاه في البيت حاجة كده نضيفة مضمونة وعاملاها على ايدك وجايبة السمك طازة. وكمان هو سهل وطريقته بسيطة جدا، ما بياخدش معاكي وقت وبيستوي على طول، وكمان بتبقى أكلة حلوة وبيطلع طعمه حلو جدا. أول حاجة هتجيبي السمك هتنضفيه كويس جدا وهتشيلي منه القشر وهتغسليه غسلة كويسة عشان تشيلي منه أي زفارة. وبعدين هتجيبي معلقة توم كبيرة، هتحطي عليها معلقتين من الملح وهتحطي معلقة كمون وكمان هتحطي رشة كركم، بتدي لون حلو قوي وبتخلي السمكية كده فاتحة معاكي، وكمان بتديها طعم حلو قوي. وكمان بتحطي معلقة كزبرة صغيرة ورشة من الفلفل الأسود، ومعايا عصير ليمون. وهبدأ أقلب كل المكونات دي مع بعض، وهبدأ أتبل السمك بتاعي كويس جدا. هغلفه بالتتبيلة ديت من جوه ومن بره. أهم حاجة السمك بتاعك يكون طازة، يكون متنضف كويس جدا ومغسول كويس جدا، وتقطعي معاه شرايح ليمون بتدي شكل حلو وطعم حلو، يعني أكلة حلوة بجد يعني. هتتبلي السمك كله بالطريقة ديت هتغطيه وهتسيبيه في التلاجة مش كتير، يعني لمدة 10 دقايق ربع ساعة كده يشرب من التتبيلة، وكمان عقبال ما تحضريله الحشوة اللي انت هتحشيه بيها. وعلى حسب ما انت طبعا هتعمليه، لو هتعمليه على طول اعمليه عادي مش مشكلة. السمك اللي هو بيشرب التتبيلة على طول يعني عادي. لو عملتيه مش هتعمليه هتغطيه وهتحطيه في التلاجة ساعة ساعتين لحد ما تعمليه عادي مش مشكلة. هنا بقى معايا الحشوة بقى اللي تجنن بجد. معايا جزراية مبشورة، ومعايا طماطماية او 2 على حسب مش مشكلة، ومعايا كمان فلفل اخضر او فلفل الوان، وكمان معايا كزبرة ناشفة سوري كزبرة خضراء، وكمان بصلاية متقطعة حلقات رفيعة. هبدأ بقى احط رشة ملح ورشة فلفل اسود ومعلقة بابريكا. مش قادرة اقولك بقى الخلطة دي كلها مع بعض بتبقى حلوة ازاي. هتقلبي بقى كل المكونات دي مع بعض كويس جدا.
هاجي بقى السمك عندي هبدأ احشيه بقى كله. هتملي قلبه كده بالخلطة اللي انت عملتيها. انا ما سبتوش كتير، سبته تقريبا 10 دقايق عقبال ما حضرت الخلطة اللي انا هحشي بيها دي. ما تنسيش شرايح الليمون طبعا، زي ما قلتلك بتدي طعم حلو قوي. الله على الجمال بجد، الأكلة كانت تحفة يا جماعة. السمك كان مسكر جدا والخلطة كانت رهيبة يعني، بجد وصفة حلوة قوي. زي اللي انتي بتجيبيه من بره وأحسن كمان. ما تنسوش تقولولي رأيكم ايه في التعليقات، لو عجبكم الفيديو قولولي رأيكم ايه في التعليقات، رأيكم طبعا يهمني جدا. كمان لو جربتوا الوصفة ديت ما تنسوش برضو تقولولي رأيكم ايه في التعليقات. هتبدأي بقى تجيبي الردة هتحطي السمك في الردة وهتبدأي تغلفيه بالردة كويس جدا. وهتتكي على السمكية كويس عشان الردة تمسك في السمك. وتتأكدي ان انتي غطيتي السمك كله بالردة كويس جدا، ما يبقاش فيه ولا حتة باينة. في الوقت دوت انا مشغلة الفرن عشان ما احط السمك الفرن يكون سخن. هتجيبي الصاجة اللي هتعملي عليها السمك. لو عندك صاجة مخصوص للسمك اعملي عليها عادي مفيش مشكلة. هترشي الأول عليها شوية ردة وبعدين هتحطي عليها السمك، مش كتير، هترشي رشة خفيفة بس. وهتشغلي الفرن على أعلى حاجة وهتسيبيه لحد ما يستوي معاكي. هنا بقى هحضر الدقة بتاعة السمك، معايا بابريكا وكمون وكزبرة ناشفة وفلفل اسود، ومعايا ملح ومعلقة توم كبيرة وشرايح من الليمون. هقلبها تقليبة حلوة كده على البوتاجاز لحد ما ريحة الحاجة دي تطلع كده معايا مش هتسيبيها كتير عشان ما تتحرقش منك، يعني تقليبتين بس كده.
ومعايا عصير ليمون، يعني تقريبا معلقتين ليمون كبار، معلقتين عصير ليمون كبار. هبدأ بقى احط كوباية مية واسيب الخلطة ديت تغلي. ممكن كمان تحطي معاها جزراية مبشورة هتبقى حلوة قوي، وممكن كمان تحطي قرن فلفل برضو هيديكي برضو طعم حلو. اول لما تغلي هطفي عليها البوتاجاز واسيبها لحد ما تهدى، واما السمك يطلع سخن من الفرن هبدأ ان انا انزله فيها على طول. بصوا انا هنا بوريكم ان انا طافيه البوتاجاز مش مشغلاه، والدقه بتاعت السمك دافيه مش سخنه قوي، السمك بس هو اللي سخن لسه طالع من الفرن. وهقلبه على الناحيتين عشان يشرب من الدقه، وبعدين هقدمه بالشكل ده. ايه رأيكم بقى؟ شفتوا السمك بجد يجنن. هتشوفوا بقى الخلطة جواه برضو حلوة قوي. وصفة سهلة وبسيطة وما خدتش معانا اي وقت خالص. تنسوش بقى يا جماعة لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك.